الشباب طبعا متفاوت الاهتمام والمستوى فيما يخص المسرح، هذا شيء طبيعي لأنها ورشة تكوينية للمبتدئين و لمن لهم رغبة في الاطلاع على المسرح المعاصر، مسرح البيرفورمانس، ومن خلال المشاهد نقوم بتركيب ما يشبه العرض الاحتفالي. فاحنا شويه مختلفين على يعني كمجموعه مختلفين على المسرح التقليدي اللي قدم حكايه واحده. هنايا قدمنا مجموعه حكايات تقريبا هي لوحه فسيفسائيه تطرح سؤال فلسفي عميق جدا يفترض أنه هو مسألة المعنى في المسرح. فنحن نقدم عرض يخلف أثر، وكل واحد يحاول يأول المشهد أو اللوحة إلى ما يريد. نشكر مسرح قسنطين على هذه الفرصة، ونشكر الأستاذ يحيى بن عمار. أول مرة نطلع فوق الخشبة ونقابل الجمهور، يعني ماشي سهلة، خاصة أن جمهور قسنطين جمهور ذواق، وكي تشوف التفاعل هذاك يعني داعم لنا نحن الشباب المبدع، ونشكروهم على هذه الالتفاتة أنهم جاوا شافونا ومدوا لنا الكوراج ومدوا لنا هذاك الدعم المعنوي باش نقدموا ما أحسن. أين الندالة؟ في الحقيقة الشباب استفادوا وكل الناس استفادت من هذا التأطير. قسنطينة، مسرح قسنطينة فتح صفحة أخرى من التكوين، من التأطير، فتح أبوابه لشباب جاوا من مختلف ولايات الوطن. أنا نظن أنه من التكوين اللي نقدروا يكون عندنا إطارات، يكون عندنا أرضية لمسرح جاد مع ممثلين محترفين. برافو لكل الشباب المشارك، برافو لمسرح قسنطينة. شاهدنا لوحة فنية جد رائعة في المستوى. نتمنى من المتربصين مستقبلا زاهر من الأعمال والإنتاجات الفنية. للأمانة العرض كان أكثر من رائع، خصوصا وأنه كان عرض حديث مودرن يعكس التطور اللي يوصل ليه المسرح الجهوي قسنطينة، وهذا مش جديد عليهم، دائما يعوضونا ويعرضون عروض مسرحية من هذا النوع. نتمنى لهم كل التوفيق.